يجمعنا في الترتيب، مسكين من حب جديد، كل نهار النار بتزيد، هيعملها كتر التعديد، بلد الحبايب الغناء الشعبي هو اللسان اللي بيشعر بيه الناس وبيعبر عنهم، والموال هو حكمتهم. ليلي يا ليلي يا ليلي راضي الغلابة الليل. فبيعتبر الموال الشعبي هو المعبر عن الحالة للجماعة الشعبية، وترجمة فنية صادقة للوضع الاجتماعي والاقتصادي والنفسي والسياسي. يقولوا رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين، اسمع العازفين، ده انتوا فنانين، اسيب الفتح اسلم مين، بلد الحبايب. والموال أنواع وألوان، وله تاريخ كبير، وبيعتبر من أبرز الفنون القولية اللي بيعتمد على اللغة الشعبية واللهجات الدارجة. والموال بيعبر عن منظومة ثقافية كاملة في شكل شعر تلقائي بيغنى بعفوية مغنيه. والموال بيحتوي على دلالات وثيقة الصلة بواقع الحياة الشعبية، بما فيها من العادات والتقاليد اللي بترسلها مخيلة الفنان الشعبي على لسانه بشكل ارتجال إلى المتلقي، وفي نفس الوقت على هيئة قوالب موسيقية، واللي بيساعد الفنان على إلقاء الموال الموسيقى والإيقاع المصاحب البسيط، وده بيؤدي لسهولة تلقيها من المستمع، وبالتالي بيسهل حفظها في ذاكرة الجماعة الشعبية الحاضنة لهذا المأثور القولي. أول كلام وسلام عالسيد عبد الرحيم في جناه، احنا لما زرنا الجناوي حسينا من العيا في جناه. الموال أول هو سلام في الأساس فن ارتجالي، عالسيد عبد الرحيم بمعنى في إنه ماهوش ملحن سابقا، لا هو المغني آه، بيقوم بأداء ارتجالات معينة في اللحظة، يعني بيبقى عنده متوفر الكلام وهو بيقوم بتلحينه في لحظتها، ما بيبقاش لحن مسبق. فطبعا ده يستدعي ان مغني الموال او مؤدي الموال يكون عليم تماما بعلوم الموسيقى مثل المقام الموسيقي، لانه هو هيقول الموال على نغمات موسيقية معينة، فهذه النغمات تجمع ويطلع منها مقام موسيقي. أول كلامي بأذكر الله وإلهي عن خلق رفع السماء من فوق عنا باسمهم وبسط قد ينتقل المؤدي من مقام إلى مقام آخر ثم الرجوع للمقام الأصلي. الموال لأنه فن ارتجالي هو يؤدى على شعر أساسه، فهنا مؤدي الموال بيعتمد على
إمكانياته الصوتية، فلازم مغني الموال يمتلك إمكانيات صوتية ومساحة صوتية كبيرة جدا عشان يقدر يقول الموال بشكل كويس ويمتع السامعين. أنا أمة بيسان وفي مدح النبي ذات شوق محمد رباية حليمة قالوا الإله ادي في الفوق وقال أمتي. والموال هو قلب وقالب الأغنية الشعبية. في البداية كان هو الافتتاحية قبل البدء في الأغنية. يا قلبي اوعى تعاشر الدون ولا تكلموا بالاشتراك تكلموا كلام موزون يجدد معاك الجواب. ولكل موال رسالة بيوصلها الراوي المغني للجمهور، وظيفة بتعبر وبتتلائم عن طبيعة الحدث. ابو رجال عالشر مرمي يفتح. في برضو نوع من ألوان الموال اللي هو الموال القصصي مثلا. الموال القصصي ده هو بيبنى طبعا على حكاية طبعا بيبقى فيها الشاعر هو البطل، يعني بيحكي عن حدوتة معينة، ولكن الفنان الشعبي بيبتدي الأول بموال قصير وبعدين يمشي بقى ورا الحكاية ويتتبع الحدوتة اللي هو بيحكي عنها، فيديني أكتر من موال بعد كده. يعني يبقى فيه مجموعة مواويل قصيرة برضو تعبر عن الدراما الموجودة في الحدوتة في القصة. اللي يغير عالشرف يبقى صحيح راجل، واللي يصون الأمانة يحسبوه راجل، وإذا كنت راجل ما تزعل الله من راجل. وبالتالي لا يخلو فن الموال من الخيال والصنعة الفنية. والخيال مستويات، ممكن يكون خيال لصيق بالواقع أو صورة منه، ومن الصعب على المتلقي إن يفصل بينهم. والصنعة دي بتخلي الفنان الشعبي بارع في الارتجال حسب الموقف اللي بيكون فيه، فيمكنه بكل براعة إنه يستحضر من مخزونه الثقافي موالا موزونا استمدوا من الذاكرة والمخيلة الشعبية. وفي الآخر بيرجع يقول الموال الأولاني خالص وبيقفل بيه الحدوتة. طبعا زي عندنا في يعني قصة حسن ونعيمة وهكذا، في مجموعة كبيرة جدا من المواويل القصصية. والموال القصصي يعتبر حديث، ما هواش من القدم، يعني هو يعتبر من بدايات القرن العشرين. شيبتني يا زمن وكبرت عن جيلي، انا كنت حادث صغير السن عن جيلي، الشبقة التاني وعلت الهم عن جيلي. قدمت مصر للساحة عدد كبير من الزجالين ليهم باع كبير وبراعة فائقة في معرفة أوزان الشعر، زي ابن عروس وصفي الدين وحفني ناصف وغيرهم من الأسماء اللي قدمتهم مصر للساحة الزجالية على مر السنين. والمصريين عشقوا أنواع المواويل الشعبية وأبدعوا وطوروا فن الموال لغاية ما سمي الموال باسمهم. فالمصريين عشقوا الشكل الرباعي، حتى إن بعض المناطق استخدمت النوع ده في صياغة السير والقصص الشعبية. هتلد واللي وافق ناس كتير
وفي سلاطين لفن الموال في مصر، ومنهم عائلة متقال، وأشهرهم الريس متقال اللي كان بيألف كلمات مواويله وبيلحنها، مع إنه ما كانش لا بيجيد القراءة ولا الكتابة، ومع ذلك وصلت شهرته للعالمية. سلامات قلت له سلامات لما كان حبيبي الغايب قلت له سلامات سلامات يا حبيبي سلامات وسلامات سلامات قلت له سلامات لما كان حبيبي الغايب قلت له سلامات سلامات يا حبيبي لسه بحبك يا سيدي بحبك برضه بحبك وبرينك مقدر عينك وريني ايدك يا ربي ترحم بحبيبك كان حبيبي الغالب قلت له سلامات قلت له سلامات ومن سلاطين الموال الفنان محمد طه، واللي وصلت مواويله ل10,000 موال. كان دايما مخرجي السينما المصرية بيستعينوا بيه وتوظيفه وتوظيف مواويله في نطاق درامي سينمائي بيخدم الفيلم. يلي معك أربعة من الحريم يا عاشور كفاية واحدة عليك بلاش غرور يا عاشور كتر العيال يتعبك عند الكبار يا عاشور يا طوعني كتر الجواب فن الموال لا يموت لأن له جمهوره، وسيظل خالد خلود الدهر.